السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اخر الشهر فلازم نعمل كده. احنا بننظم الميزانية بتاعتنا، فبنعمل طبعا اكل اقتصادي عشان احنا اخر الشهر. فعملت ايه بقى؟ مكرونة سباكيتي زي ما انتم شايفين بالصلصة كده، وبيض مسلوق، وقطعت كمان خيار وطماطم. والحمد لله تقدري بدل الخيار والطماطم تحطي مخلل. بس لأول مرة تشوفي القناة بقى دوسي لايك واشتركي فيها وفعلي الجرس يوصلكوا كل جديد. وقبل ما نبدأ في الفيديو هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب. الحمد لله. ولازم ندعي نقول ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويا رب ينصر غزة ويحفظ بلدنا مصر وشعبها. فاحنا نقول الحمد لله على النعمة، غيرنا مش لاقيها. فدي أكلة حلوة واقتصادية وموفرة. هي برضك يعني مش موفرة قوي ب50 جنيه، بس طبعا لو جبت أكلة تانية عملت جنبها كبدة، عملت جنبها بانيه، طبعا هتكلف أكتر. ان شاء الله تدخلوا الفيديو وتشوفوا الطريقه دي. بس قبل ما نبدا الفيديو هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب. ونقول مع بعض كده دعاء الرزق. ان شاء الله ربنا يوسع رزقكم. يا رب الفلق افتح ما غلق من ابواب رزقك. وكمان نقول اللهم يسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. ادعوا كده على طول واستغفروا عشان ربنا يشيل الكرب ده عنا وغلاء الاسعار. ادخلوا على الفيديو بقى وشوفوا الغدا الجميل ده، شكله كده يعني يفتح النفس. وشوفوا الطريقه اتعملت ازاي، وشوفوا المكرونه. بصوا المكرونه دي سايبه، مش من الاكياس، وطالعه مفلفله وجميله. ازيكم عاملين ايه؟ اخر الشهر يبقى لازم نعمل كده، مكرونه وبيض. احنا دلوقتي في اخر الشهر بنحاول نقتصد. المكرونه سباكيتي حطيت ميه غلت وحطيت ملح وزيت، وبعد ما غلت فقدت المكرونه سايباها تتسلق اهي. وكمان يعني لسه ما استوتش. وكمان بسلق البيضه اهو، 3 بيضات، يعني 3 افراد كل واحد بيضه. طبعا البيض غالي، البيضه ب5 جنيه. ودي الصلصه بعملها اهي، كلكم شطار. انا جبت الطماطم قطعتها وحطيت عليها بصل وثوم وفلفل وسبتها لما استوت، وبعد ما استوت ضربتها بالهاند بلندر وسبتها تتسبك، وحطيت بقى كمون وكزبره وفلفل اسود وملح ونص معلقه سكر وشويه زيت. دي الصلصه بتاعت المكرونه اللي احنا بنحبها، جاهزه اهي، كانت في الفريزر. يعني انا بعملها بالطريقه دي وبشيلها في الفريزر، بفكها اهي وبحضرها للمكرونه. المكرونه قربت تستوي اهي، بصوا جميله ازاي، هي حلو. انا بحطها زي ما هي، مش بكسرها عشان نعرف بناكلها بالشوكه كده. قربت تستوي، بعد ما تستوي هصفيها واحط عليها زيت كده، وبعد كده بقى احط عليها الصلصه. دي اكلات اخر الشهر بالنسبه لي، اخر الشهر بعمل الاكله دي. طب والله بتكلف القوطه الكيلو ب12 ونص، و15 بيض، قول 15 30 و20 جنيه مكرونه، ادي 50 جنيه. يعني برضك اكله بتكلف، بس برضك الحمد لله. في نفس الحله اللي انا سلقت فيها حطيت كميه من المكرونه على قد اللي هياكل. انا مش بعمل المكرونه كلها، بعملها اول باول عشان اكنك لسه عاملاها. فانا هحط عليها الصلصه واسخنها واقلبها. يعني انا بحط على قد اللي هياكل بس. اقلب بقى كده، ولع البوتاجاز. انا المكرونه صفيتها واديتها شطفه وحطيت عليها معلقه زيت كده عشان تبقى مفلفله كده زي ما انتم شايفين. الاكله دي عندي مقدسه كده في اواخر الشهر، احب اعملها. عارفين الاسعار غاليه والله، برضك مكلفه 50 جنيه. يعني زمان ما كانش بيتكلف حاجه، لما كانت المكرونه رخيصه والبيض رخيص وكده يعني. نسيبها بقى كده تسخن، نزود الصلصه شويه. الصلصه دي بقى انا بحب اعملها كده جاهزه بالبصل بالثوم بكله، ما بضطرش احط اي حاجه تاني. وبحب المكرونه تكون الصلصه بتاعتها كتير، المكرونه مفلفله وجميله، مش ملزقه ولا معجنه ولا اي حاجه. وعلى فكره المكرونه دي سايبه مش اكياس. واقطع جنبها طماطم بقى وخيار. تقدري تحطي مخلل، بس انا بقيت احب السلطه اكتر، مغذيه اكتر. والبيض المسلوق بقى تقدري تحمريه وهتحطيه كده، انا هحطه كده عشان بقى نقلل الدهون شويه. الحله دي مطرح ما كنت بسلق فيها المكرونه. خلاص سخنت كويس اهي. تقدري تعملي جنب المكرونه دي بقى بانيه، كفته، كبده بالرده او كبده بانيه او سجق. المكرونه بتاكل جنبها اي حاجه. ساعات برش عليها جبنه موتزاريلا او جبنه
وجبنه تركي اللي هي جبنه الرومي دي خلاص كده بقى سخنت تبقى حلوه اهي. هغرفها. وده شكل الاكل النهائي. بص المكرونه عامله ازاي، والله العظيم مكرونه ما شاء الله عليها. بصي يعني حاجه كده تحفه من الاخر، تتاكل من غير اي حاجه والله. مش شكلها عامل ازاي. سخنه لسه مولعه. انا مش بعمل المكرونه كلها عشان تبقى كل ما اجي اعملها تبقى زي كده طازه كده. وادي البيض وقطعت خيار وطماطم. ده بقى الغدا النهارده الحمد لله، غدا اخر الشهر الحمد لله على النعمه اللي احنا فيها. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. ده شكل الاكل النهائي. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تقدري بدل المكرونه سباكيتي تعملي مكرونه صغيره. في اولاد ما بيعرفوش شكل الصغيرين، ما بيعرفوش شكل المكرونه سباكيتي. مكرونه صغيره، مكرونه قلم، في مكرونه كمان سوسته كده الولاد بيحبوها. اعملي اي شكل من المكرونه. بس بالله عليك لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش اللايك. طبعا هندعي لبلدنا وغزه، ربنا ينصر غزه ويا رب يحفظ بلدنا مصر وشعبها ورئيسها، ونقول الحمد لله على النعمه اللي احنا فيها. اهم شيء الامن والامان. واسيبكم بقى في حفظ الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.